لو محتار بين جالاكسي وترينكس يبقى الفيديو ده علشانك. سامع الكلام اللي بتقول فونكس؟ اطلع بره. لازم أن تبقى عارف يا صديقي ان كل ترس وليه حكايه. انا يوسف وده فيديو جديد على قناه ميكانيكي بايك. وعشان انهي الجدل انهي احسن ترينكس ولا جالاكسي، هجيب عجلتين قريبين من بعض في الامكانيات واشوف الفرق ما بينهم من حيث السعر ومن حيث انهي اخف وانهي اسرع. واول عجله معانا في المقارنه وهي جالاكسي ار ال 420 ار، والعجله دي سعرها تقريبا 8000 جنيه. والعجله دي بتيجي اغلبها المونيوم، الفريم المونيوم، الفرك المونيوم، 2 سرعه قدام، 7 سرعات ورا، جشمه اماميه تي اكس، جشمه خلفيه تي اكس. تاني عجله معانا في المقارنه وهي ترينكس 1.4، والعجله دي سعرها تقريبا 8000 جنيه. والعجله دي بتيجي بسرعتين اماميتين و7 سرعات خلفيه. العجله بتيجي بجشمه اماميه وجشمه خلفيه شيمانو تورني، ودي يعتبر ميزه في العجله. والميزه الاهم والاعلى من كل دوت ان العجله بتيجي عليها ضمان على الفريم 5 سنين. العجله الوحيده تقريبا في مصر اللي بيجي عليها ضمان من الشركه نفسه ان الفريم لو حصل له كسر او اي شرخ بتاخد مكانه على طول. والخلاصه يا صديقي ان انت لو عايز عجله سريعه تبقى جالاكسي، لو عايز عجله متينه تبقى ترينكس، لو عايز عجله تتعاملها نظيفه ومحترمه تبقى ترينكس، لو عايز عجله خفيفه وسلسه معاك تبقى جالاكسي. ودي كانت نهايه حلقتنا. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش يا صديقي ان كل ترس وليه حكايه.